النهارده جايب لكم مسلسل من اروع واجمل المسلسلات اللي اتعملت على مر التاريخ، واللي اكيد طبعا ان في منكم كتير لذكريات جميله مع المسلسل ده. فيا ريت قبل ما نبدا لو عجبك الملخص ما تنساش انك تحط لايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك فيها، ويلا كلنا نذكر الله ونصلي على النبي ونبدا المسلسل. بيبدا المسلسل مع واحد اسمه دار، واللي كانوا ملقبينه بسيد الوحوش، وبنعرف ان دار عنده قدره ان هو يفهم لغه كل الحيوانات والطيور. وفي الوقت ده الصقر بتاعه بيشوف الحراس وهم خاطفين كيرا ضمن مجموعه من الاسرى، وعلى طول بيروح لدار علشان يعرفه باللي حصل. وبيقدر دار ان هو يشوف كل اللي حصل في عين الصقر، وبيعرف ان كيرا في خطر. وبعدها بيروح يجمع الحيوانات بتاعته، وكان عنده نمسين صغيرين مسموهم كودو وبودو، وبياخدهم معاه وبيطلع يجري علشان يروح ينقذ كيرا. وفي نفس الوقت ده بنشوف الحراس وهم ماسكين الاسرى وبيدخلوهم في ساحه وبيقعدوهم على الارض، وبيكون كل اهل المدينه متجمعين وبيتفرجوا عليهم، وبيفضلوا يهتفوا وبيطلبوا من الحراس ان هم يقتلوهم. وبيكون موجود في الساحه دي قفص فيه نمر مفترس، وبنشوف الحراس هم بيمسكوا واحده من الاسرى وبيفتحوا القفص، والنمر بيخرج منه والحراس بيرموا له البنت علشان ياكلها. وفعلا النمر بيهجم عليها وبتفضل البنت تصرخ علشان يرحموها، لكن للاسف محدش بيساعدها والنمر بياكلها. وبعدها بنشوف دار وهو بيجري بأقصى سرعة علشان يوصل لكيرا وينقذها، وبعد شوية بيوصل للمكان اللي كيرا موجودة فيه، وبيلاقي قدامه حارس وبيضربه ضربة قوية وبيقع على الأرض. وفي الوقت ده الحراس بياخدوا أسير تاني علشان يرموه للنمر، والأسير بيفضل يترجاهم إن هم يسيبوه، لكن واحد من الحراس بيعرفه إن هو كده كده هيموت، لأن الملك زاد بيتمتع جدا لما بيشوف الأسرة وهي بتموت بالطريقة دي. وبعدها دار بيوصل للساحة وبيشوف الحراس هم بيرموا على الأسير شبكة وبيفضلوا يضربوا فيه، وكيرا بتكون شايفة اللي بيحصل وهي مرعوبة. وبعدها الحارس بيفتح باب القفص للنمر وبيخرج وبيهجم على الأسير، والحراس بيرمي عليهم الشبكة علشان الأسير ما يقدرش يهرب والنمر ياكله بسرعة، لكن دار بيقدر إنه يدخل في الوقت المناسب وبيفضل يضرب في الحراس. وأول لما كيرا بتشوفه بتكون فرحانة جدا إن هو قدر يوصل لها، لكن واحد من الحراس بياخدها وبيمشي بيها لمكان تاني. وبعد ما دار بيقدر إنه يضرب كل الحراس اللي موجودين، بيعرف إن الأسير اللي كان تحت الشبكة قدر يهرب، لأنه مش بيلاقي تحت الشبكة غير النمر بس. ودار بيقرب منه وبيشيل الشبكة من عليه، وبيقدر النمر إنه يفهم نظرات دار وبيسيبه وبيمشي من غير ما يأذيه. وبعد شوية بنشوف الأسير اللي كان هيتاكل واقف في الغابة، وأول لما بيشوف دار جاي عليه بيخاف وبيستخبى وسط الأشجار، لكن دار بيسمع صوته وبيروح له وبيلاقيه قاعد خايف، وبيطلب من دار إن هو يروح معاه لأنه لو قعد في الغابة الحراس هيقتلوه. وطبعا دار بيوافق وبياخده معاه وبيخرجوا من الغابة. بعدها بنشوف ساحرة واقفة قدام مراية سحرية، وبتقدر من خلالها إن هي تشوف دار وتتابع كل تحركاته، وبتشوفه وهو قاعد مع الأسير اللي أنقذه من النمر، والشاب ده بيشكره ان هو قدر يخلصه من الموت. ولما بيسأله ازاي النمر حتى ما حاولش ان هو يأذيك، دار بيعرفه ان هو عنده قدرة يقدر يفهم بيها لغة كل الحيوانات والطيور، وانه كمان يقدر يتكلم معاهم ويخليهم ينفذوا كل اللي هو عايزه. وبيبدأ الشاب ده يعرف نفسه لدار وبيقول له ان هو اسمه تاو، وبيقول لدار ان هو سمع عنه حكايات كتير، وانه عارف ان هم ملقبينه باسم سيد الوحوش، وان هو وكيرا اخر افراد قبيلة سوليس، لان الساحرة تيرا خلصت على سكان القبيلة كلها. ولما دار بيسأله انت عرفت المعلومات دي كلها منين، تاو بيعرفه ان هو قبل ما ينقذه كان قاعد مع كيرا وهي اللي حكت له على كل الحاجات دي. ولما دار بيسأله على مكان كيرا، تاو بيعرفه ان هم اكيد اخدوها على المعسكر، لكن للاسف دار ما كانش عارف مكان المعسكر ده فين. وتاو بيطلب منه ان هو يخلي باله من نفسه كويس، لان الساحرة تيرا مش هتسيبهم في حالهم، وبيعرفه ان هي عندها وحوش وسحرة هتأذيه لو فكر بس ان هو يوصل لكيرا. لكن طبعا دار ما بيهموش كل الكلام ده، وبيكون مصمم برضه ان هو يروح ينقذ كيرا مهما حصل. وفي الوقت ده تاو بيقرر ان هو يساعده يوصله لحد هناك علشان يردوا له الجميل. وبعدها بنشوف تيرا اللي بتكون لسه مراقباهم في المراية السحرية، وبيكون معاها واحد من السحرة، ولما بتسأله ليه دار بيضحي بنفسه علشان ينقذ كيرا، الساحر بيعرفها ان دار بيحبها جدا وانه مستعد يضحي بحياته كلها علشان ينقذها. وبنرجع تاني لدار اللي بيكون لسه مكمل رحلته، وتاو بيشوف معاه النمسين، وبيبدأ دار ان هو يعرفه بيهم، وبيقول له ان هم اسمهم كودو وبودو، وبيعرفه ان هم اصحابه من زمان وان هو بياخدهم معاه في كل مكان. وبعد كده بيكملوا هما الاتنين رحلتهم وبيكونوا في طريقهم للمعسكر. ولما تاو بيلاحظ ان في صقر بيطير حواليهم طول الوقت، دار بيطمنه وبيقول له ان ده شراك الصقر بتاعه، وبيعرفه ان هو ما يقدرش يستغنى عنه ابدا، لان هو اللي بيشوف اي خطر بيحصل وبيجي يبلغني بيه. ولما دار بيسأل تاو عن نفسه، تاو بيعرفه ان هو من قبيلة بعيدة جدا وان هو ملوش اي اصدقاء. وبعد كده بنشوفهم وهما مكملين رحلتهم تاني للمعسكر. وبعدها بنشوف كيرا وهي بترقص للملك زاد، وبيقول لها ان هو يعمل لها كل اللي هي بتتمناه، وكان واضح عليه ان هو معجب بيها، وبدأ كمان ان هو
يحبها، لكن طبعا كيرا بترفض اي علاقة تربطها بيه، وبتعرفه ان هي بتحب دار، ان مفيش اي حد هيقدر ياخد مكانه. وفي الوقت ده الملك زاد بيتعصب من كلامها وبيأمر الحراس ان هم ياخدوها للخيمة. وبعدها دار بيقدر يوصل للمعسكر اخيرا هو وتاو، وبيشوف مجموعة من البنات قاعدين قدام بحيرة، وتاو بيقول له ان البنات دي من ضمن الاسرى اللي موجودين في المعسكر. وفجأة كلهم بيقوموا يمشوا ما عدا بنت واحدة، ولما دار بيروح وراها وبيسألها على مكان كيرا بتعرفه ان هي في نفس المكان اللي البنات راحت عليه. وفجأة بنشوف البنت دي وهي بتتحول لطيرة. ولما دار بيدخل جوه القصر بيلاقي فيه كائن غريب من النار، وبيفضل يرمي على دار كميات نار لحد ما دار بيقع وبيفقد الوعي والمكان كله بيتحرق حواليه. وفجأة بيجي نمر وبيدخل المكان وبيقرب من دار وبيقدر ان هو يصحيه، ودار بيقوم بسرعة وبيقدر ان هو يخرج، وبيلاقي تاو وبيستغرب ان القصر اللي كان بيتحرق اختفى وبقى عبارة عن هيكل صغير. وتاو بيعرفه ان القصر ده كان وهم، وان تيرا هي اللي عملت فيه كده علشان تخلص منه. ولما بيسأل دار عن النمر اللي دخل وانقذه، دار بيعرفه ان النمر ده يبقى صاحبه اسمه روح، وانه دايما بيظهر لي في الاوقات اللي انا محتاج فيها مساعده علشان ينقذني. وبعد كده بيكملوا طريقهم تاني علشان يوصلوا لمعسكر الملك زاد. وفي وقت ما كانوا ماشيين دار بيشوف شراك وبيعرف منه مكان المعسكر، وبعدها بيقدروا ان هم يوصلوا. ودار بيسيب تاو والنمر روح وبيدخل هو المعسكر لوحده، وبيقدر ان هو يلبس لبس الحراس وبيطلع من شنطته كودو وبودو، وبيقول لهم يروحوا يدوروا على مكان كيرا. وعلى طول بيفهموا كلامه وبيجروا يفتشوا عليها في كل الخيام اللي موجوده. وبعد شويه بيرجعوا علشان يعرفوه مكانها. ولما بيوصل الخيمه بتاعتها بيلاقي عليها حارس وبيكذب عليه وبيقول له ان هو معاه رساله بالملك زاد لكيرا. ولما الحارس بيبدا يطمن دار بيضربه وبيدخل لكيرا، لكن اول لما بيقرب منها بيلاقي على السرير بتاعها تماثيل على شكل افاعي. وفجاه الافاعي دي بتبخ ماده غريبه في عين دار مش بيقدر ان هو يشوف بعدها. وكيرا بتكون خايفه عليه جدا وبتطلب منه ان هو يهرب قبل ما الحراس تيجي تقتله، وبتعرفه ان تيرا هي اللي عملت فيه كده، وانه طول ما انت عايز تنقذني هي هتحاول تأذيك. وبتعرفه ان هي مستعده تعيش طول عمرها اسيره في مقابل ان تيرا ما تأذكش وتعيش في سلام. وبتعرفه كمان ان هي هتفضل تحبه وانها عمرها ما هتنساه. ودار بيوعدها ان هو يرجع لها تاني علشان ينقذها من الملك زاد. وبعدها بيخرج من عندها وبيرجع تاني لتاو وبيحكي له على كل اللي حصل. وتاو بيقدر ان هو يعمل له تركيبه سحريه ضد الضباب اللي طلع من الافاعي، وبيطلب منه ان هو يستخدمها لما يروح لكيرا المره الجايه. ودار بيكون متفاجئ بمهاره تاو في الوصفات السحريه وبيعرفه ان هو يروح لكيرا تاني بالليل. وبعدها بيعدي الوقت وبيجي الليل، ودار بيدهن نفسه بالماده اللي اخترعها تاو. ولما بيدخل الخيمه عند كيرا مش بيلاقيها، وكانت الصدمه ليه لما بيلاقي ان الساحره تيرا هي اللي مكانها. ولما دار بيسالها عن كيرا بتعرفه ان هي خبتها ومش هتخليه يوصل لها، وبتساومه وبتقول له ان هي عايزه تستفيد منه في موهبته في معرفه وفهم الحيوانات والطيور، في مقابل ان هي هتساعده وهتخليه ملك على مملكه عندها. لكن طبعا دار بيرفض العرض ده، وتيرا بتتعصب وبتبدا ان هي تحرق في المكان. وكانت مستغربه ان النار مش بتاثر فيه، وبتجيب له كائن من نار اللي هاجم دار قبل كده، وبيبدا ان هو يتصارع مع دار، لكن دار بيقدر ان هو يقتله. وبعدها بيشوف كيرا وهي راكبه الحصان ورا الملك زاد، وبيعرف ان هو خطفها واخدها لمكان تاني بعيد. وتيرا بتظهر له تاني وبتعرفه ان الصراع بينهم لسه مستمر، وانها مستعده تعمل اي حاجه علشان تستفيد بالموهبه اللي عنده. وتاني يوم دار بيوصل بيته وبيكون معاه صاحبه تاو، وبنشوف دار وهو بيطلع سلسله سحريه من معاه وبيكون فيها صوره كيرا، وبيوعدها ان هو عمره ما هيتخلى عنها وانه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يوصل لها. وبعدها دار بيبدا ان هو يعلم تاو لغه الافاعي، وبيعرفه ان هي اتخلقت من غير ايدين ورجلين لكنها بتمتلك سرعه وبتقدر تدافع بيها عن نفسها. وفجاه بيشوف الصقر بتاعه وبيشوف في عينه ان الحراس جايين في الطريق، ودار وتاو بيكونوا مستعدين ليهم. وبعد لحظات بيشوف الحراس هم بيجروا ورا واحد وبيقدروا ان هم يضربوه بالسهم، والشخص ده بيقع ومش بيقدر ان هو يدافع عن نفسه. ودار بيروح يدافع عنه وبيقتل كل الحراس، وبعد كده بيشيل الشخص ده وبياخده لمكان امان علشان يعالج اصابته. وتاو بيلاحظ ان لبس الشخص ده غريب وكمان الوشم اللي على ايده مميز، وبعدها بيكتشف ان هو محارب من معسكر تيرا. وبعدها بنروح على الغابة وبنشوف شخصين بيعملوا فخ وبيسرقوا نمر صغير وبيركبوا مركب وبيمشوا في البحر. وبنرجع تاني لدار اللي بنشوفه وهو بيسأل المحارب على اسمه، والمحارب بيعرفه ان هو اسمه كيلي، وبيقول له دار ان هو عارفه كويس وعارف ان هو اخر واحد من سلالة قبيلة سولس. ولما دار بيسأله ليه الحراس دول كانوا عايزين يقتلوك، كيرا بيعرفه ان هو كان محارب من محاربين الملك زاد، وان الملك امر بنفيه لمجرد بس ان هو شاف واحده من البنات الاسيرات اللي تبع الملك. وبنعرف منه ان الملك بيحتفظ بالاسيرات دول لنفسه بس، وبيمنع اي حد في المعسكر ان هو يقرب لهم او حتى يتكلم معاهم. وبعدها بنشوف تيرا وهي بتستدعي البنت اللي كيلي كان بيبص لها واللي بيكون اسمها شيلي. ولما شيلي بتوصل عندها بتلاقي تيرا حابسه صقر في قفص ازاز، وتيرا بتطلب منها ان هي تلمس القفص. واول لما البنت دي بتلمسه القفص بيتكسر والطائر
بيخرج وبيطير لبعيد، وتيرا بتقول لها ان هي ممكن تحررها من القصر زي الطائر ده بالظبط، لكن الاول لازم ان هي تنفذ لها مهمه. وبعدها بنروح لسوق وبنشوف تاجر عبيد اسمه باها، وبنشوفه وهو بيبيع العبيد والحيوانات وبياخد مكانهم مجوهرات. وبعد شويه بيوصلوا الاتنين اللي سرقوا النمر الصغير، واول لما باها بيشوفه بياخده وبيحتفظ بيه وما برضاش ان هو يبيعه. وبنرجع تاني لكيلي اللي بيكون قاعد مع دار وبيقول له ان هو قرر يرجع للمعسكر تاني وياخد البنت اللي هو اعجب بيها ويهربوا المكان بعيد. وطبعا دار بيلاقيها فرصه مناسبه علشان يروح معه وينقذ كيرا، ولما تاو بيطلب منه ان هو ما يرجعش تاني لان تيرا ممكن تقتله، دار ما كانش فارق معاه الموت، وكل اللي كان بيفكر فيه ان هو ازاي ينقذ كيرا من الاسر. ومع اول ضوء للنهار بيمشوا هما التلاتة في طريقهم للمعسكر، لكن المره دي بيمشوا من طريق تاني علشان يكون صعب ان حراس تيرا يشوفوهم. وفي وقت ما كانوا ماشيين تاو بيتزحلق وبيشوف شبكه عنكبوت كبيره متعلق فيها هيكل عظمي، وبيفضل يصرخ من المنظر. ولما دار بيسمعه بيروح له هو وكيلي وبيقول لهم ان ملكه العنكبوت بتعمل كده علشان تحمي نفسها من اي حد يهجم على مملكتها. وبعدها بنشوف باها اللي بيكون واخد النمر الصغير، ولما التاجر بيساله عن السبب اللي مخليه محتفظ بالنمر ده ومش عايز يبيعه رغم انه اتعرض عليه كميه كبيره جدا من مجوهرات مقابل النمر ده، بيبدا باها ان هو يحكي له قصه، وبنفهم منها ان باها بينه وبين النمر الكبير طار، وان اكيد النمر ده هيدور على ابنه ويجي علشان ينقذه، وساعتها باها هيقدر ان هو ينتقم منه ويقتله. وبعدها بنرجع تاني للمعسكر وبنشوف شيلي وهي بتدخل الخيمه اللي قاعده فيها كيرا وبتلاقيها بتغني. ولما شيلي بتسالها انت بتغني لمين، كيرا بتعرفها ان هي بتغني لحبيبها دار، وشيلي بتقدر ان هي تستدرك كيرا في الكلام علشان تعرف منها مكان دار فين، وبتطلع ان دي المهمه اللي ترى طلبتها منها مقابل حريتها. لكن كيرا بتقول لها ان هي ما تعرفش مكانه فين بالظبط، بس اكيد مكانه في الغابه بين الحيوانات والطيور. وبعد كده بنشوف باها وهو بيعذب النمر الصغير وبيكون رابطه وبيضربه من غير اي رحمه، والنمر الصغير بيفضل يطلع صوت عالي من الالم اللي هو كان حاسس بيه. وبنتفاجئ ان النمر الكبير قدر ان هو يوصل لمكانه. وبنرجع تاني لدار واللي معاه وبنلاقيهم واقفين قدام شلالات وبينزلوا على الصخور علشان يقدروا يكملوا طريقهم، لكن بتيجي ملكه العنكبوت وبترمي شباكها على دار، وكيلي بيجري بسرعه وبيدافع عن دار وبيقدر ان هو يقتلها وبينقذه من الموت. وبعدها بنشوف النمر اللي قدر يوصل للكهف اللي محبوس فيه ابنه، واول لما بيدخل الكهف بيدخل وراه بها ورجالته وبيكونوا عايزين يقتلوه ويحرقوه بالنار، لكن النمر بيقدر ان هو يدافع عن ابنه وبيهجم على بها وبينتهم منه وبيقدر ان هو ينقذ ابنه. وتاني يوم دار وكيلي بيوصلوا للمعسكر وبيروحوا جنب البحيره وبيشوفوا الاسيرات هناك، وبتكون شيلي وكيرا من ضمنهم. ولما كيلي بيشوف حبيبته في البحيره بيقول لدار ان هو معجب بها جدا وبجمالها، وتيرا بتقدر ان هي تشوفهم وبتسحر شيلي وبتخليها طائر وبتطير لبعيد. وكيلي بيكون لسه بيتكلم على حبيبته ودار بيفتكر ان هو بيتكلم على كيرا وان دي البنت اللي هو بيحبها، وطبعا بيكون متضايق جدا وبيعرفوا ان اللي بيحبها دي تبقى حبيبته، وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض. وبعدها بنشوف التاجر اللي كان عايز يشتري النمر الصغير، واول لما بيشوف باها بيتفاجئ ان وشه مشوه ورجليه مقطوعه، وبنعرف ان النمر هو اللي عمل فيه كده علشان ينتقم لابنه. وباها بيتفق مع التاجر ان هو يساعده يدور له على النمرين دول، وبيعرفوا ان هو هيديله اي مبلغ يطلبه. وبنرجع تاني لدار وكيلي وبيكونوا في المعسكر وبيستعدوا للقتال، والحارس بيقول لهم ان اللي هيكسب هو اللي هيفوز بكيرا. وبتبدا المعركه ودار ما كانش عايز يقتل كيلي لان اعتبره صديقه، لكنه ما كانش قدامه غير ان هو يدافع عن نفسه، والحارس بيدي دار الحرب علشان يقتل كيلي، لكن دار مش بيقدر ان هو يقتله وبيقتل الحارس نفسه. وبعدها كيلي هو كمان بيبدا ان هو يقتل في الحراس، لكنه بعدها بيتصاب وبيطلب من دار ان هو يطلع بسرعه يدور على كيرا وياخدها ويهرب من المعسكر. وفي الوقت ده تيرا بتكون شايفه كل اللي بيحصل من مرايتها السحريه، ودار بيفضل يدور على كيرا لحد ما بيلاقيها على جبل عالي وبيفضل يطلع بين الصخور، لكنه لما بيوصل بيلاقيها اختفت. ولما تيرا بتظهر بيسالها خبت كيرا فين، وبترجع تطلب منه موهبته مقابل ان هي تحقق له كل احلامه، لكن برضه دار بيرفض تاني وبيلاقي ان المعسكر اختفى وملوش اي اثر، وتيرا هي كمان بتختفي، ودار بيوعدها ان هو يفضل وراها لحد ما ينتقم منها. وبعدها تاو بيجيله وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، لكنه كان فرحان لما اطمن ان دار بخير. وبعدها بتعدي الايام وبنشوف تاو اللي كان بيقرر انه يرجع لارضه وقبيلته، وبيكون معاه خريطه علشان يحدد الطريق اللي هيمشي فيه، وبيقول له كودو وبودو ان الخاتم اللي معاه ده مميز وان مش اي حد في قبيلته يلبس الخاتم ده. وبعدها بنشوف شخص في الغابه وهو محبوس في قفص خشب ومتعلق على شجره، وبيحاول ان هو يهرب من القفص وبيفضل يخبط فيه لحد ما بيفتح وبينط منه، وبنشوف الراجل ده بيجري وهو مرعوب وبيفضل يتلفت
وراه، وفجأة بيظهر قدامه وحش على هيئة خفاش كبير وبيهجم عليه وبياكله. وتاني يوم بنشوف دار وهو بيجري في الغابة وبيلعب مع النمر، وبنشوف تاو بعد ما جمع كل حاجته لأنه كان ناوي إنه يرجع للقبيلة بتاعته. وطبعا لما دار بيعرف بيكون متضايق جدا إن صاحبه هيسيبه ويمشي، لكنه ما كانش قادر إنه يمنعه من الرجوع لأهله. وبعدها بيبدأ تاو رحلته علشان يرجع لبلده، وفي طريقه بيعدي على سوق علشان يشتري حاجة ياكلها، لكنه بيكتشف إنه مش معاه فلوس، وبيروح لواحد من اللي بيبيعوا الفواكه. ولما بيطلب من البياع ثمرة فاكهة، البياع بيطلب منه الفلوس أو أي حاجة ياخدها في المقابل، لكن تاو ما كانش معاه أي حاجة، وبيعرض على البياع إنه يقول له فزورة ولو ما حلهاش يديله ثمرة فاكهة. وفجأة بتيجي طفلة وبتخطف فاكهة من البياع وبتطلع تجري، والبياع بيفضل يصرخ، وبيكون في حراس موجودين في السوق وبيروحوا له. والغريب إن هما بيقبضوا على تاو من غير ما يعمل أي حاجة، وبيربطوه بالحبال وبياخدوه مع باقي المجرمين. وتاو بيتفاجئ لما بيلاقي واحدة بتجري عليه وبتديله مشط، وبتطلب منه إن هو يوصله لشخص عنده جرح في حاجبه، وبتترجاه إن هو لو لقى الشخص ده ميت يحط المشط عند قبره. وطبعا تاو ما كانش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل له. وفي الوقت ده الصقر كان شايف كل اللي بيحصل وبيروح لدار علشان يبلغه، وعلى طول دار بيعرف إن تاو في خطر، وبياخد كودو وبودو معاه وبيجري علشان يلحقه قبل ما الحراس تحبسه. وبعد شوية بيوصل للسوق وبيبدأ إنه يسأل الناس على تاو ويوصف لهم شكله، لكن محدش من الموجودين بيقدر إنه يفيده في حاجة. وفي الوقت ده تاو بيكون راكب في مركب مع الحراس، وبيكون معاه مجموعة من الأشخاص اللي مقبوض عليهم، والحراس بتفضل تزعق لهم وتضرب فيهم. ودار بيفضل يدور على تاو وبيسأل الناس عليه، وأول لما الحراس بيشوفوه بيربطوه بالحبال، وبيربطوا الحبال دي في طورين علشان يعذبوه ويموت. لكن دار بيقدر إن هو يتعامل مع الطورين دول وبيفضل يبص لهم، وبيقدروا ان هم يفهموه ما بيتحركوش من مكانهم. وطبعا كل الناس كانت مستغربه من اللي بيحصل، وبيقدر دار ان هو يفك نفسه وبيبدا ان هو يضرب في الحراس، وكان مستغرب جدا ان هم عايزين يقتلوه من غير سبب. ولما بيسال اخر واحد فيهم عن تاو، الحارس بيعرفه ان هو اتقبض عليه مع باقي المجرمين، وان كلهم هيروحوا السجن اللي موجود في جزيره بعيده. ودار بيفضل ماشي علشان يشوف حل ينقذ بيه تاو، وبتجري ورا البنت اللي ادت المشط لتاو، وبنعرف ان هي اسمها ليزا. وبتعرف دار ان الحراس خدوا تاو لجزيره على اطراف النهر، وان الجزيره دي اسمها جزيره الشيطان لانها كلها حيوانات مفترسه. ولما دار بيسالها ليه قبضوا عليه، بتعرفوا ان الحراس قبضوا على تاو لانه خلى البياع يفكر ويستخدم عقله، وده طبعا وقت ما تاو قال له على الفزوره. وبنعرف ان المدينه دي بتعتبر ان التفكير جريمه، وان اي حد بيستخدم عقله او بيفكر الحراس بتعتبره مجرم وبتنفيه لجزيره الشيطان. وبنعرف ان الجزيره دي عايش فيها وحوش مفترسه، وان الحراس بترمي المجرمين فيها ومحدش منهم بيقدر يطلع منها حي. وبعدها بنرجع لتاو وبنشوف الحراس هما بيضربوهم وهم في المركب، وبيكون مربوط مع تاو راجل وبنت. واول لما بيوصلوا للجزيره الحراس بيمسكوهم وبيرموهم في النهر، وتاو بيفضل يعوم لحد ما بيطلع من النهر، وبيكون معاه ولد وبنت. والبنت بتضرب تاو عشان هو السبب في اللي هما فيه وبيجروا، وتاو بيقع فاقد الوعي. ودار بيكون لسه في المركب بيدور على تاو، وبيكون مع ليزا والنمر بتاعه. وبعدها تاو بيفوق وبيفضل يجري في الغابة، وبيلاقي في طريقه هيكل عظمي وخاتم زي اللي كان لابسه بالظبط، وبيعرف ان الهيكل ده لشخص من قبيلته. وبيفضل يجري في الغابة لحد ما بيلاقي الولد والبنت اللي ضربوه، وبيكونوا متعلقين في قفاص من الخشب وبيندعوا عليه علشان يساعدهم. ومرة واحدة القفاص دي بتتفتح وبيقعوا هما الاتنين، وبيفضل يجروا، وتاو بيكون خايف وبيجري معاهم. وفجأة بيظهر الوحش وبيهجم على البنت وبياكلها، وتاو بيفضل يجري وبيكون معاه واحد تاني، وبنلاقي المشط اللي مع تاو بيقع على الأرض. والشاب ده بيشوفه وبيروح لتاو بيكون عايز يضربه، ولما بيسأله جاب المشط ده منين، تاو بيعرفه ان في واحدة اديتهوله وطلبت منه ان هو يوصله لواحد. واول لما تاو بيركز في ملامح الشاب ده بيلاقيها نفس المواصفات اللي البنت وصفتها له. وبنعرف ان الشاب ده اسمه نيل، وانه حبيب ليزا، وبيعرفه ان ليزا حبيبته شعرها جميل جدا، وانه كان دايما بيسرح لها، وانها بعتت المشط معاك علشان تعرفك انها مش هتكون لحد غيري. بعدها دار بيوصل للجزيرة وبيعرف ليزا ان هو يدخل الغابة ومعاه النمر، وبيطلب منها ان هي تستناه على الشط، ولو حست بأي خطر تاخد المركب وترجع للمدينة. ولما دار بيدخل الغابة بيشوف علامات كتيرة على الشجر، ولما بيبص فوق الأشجار بيلاقي عدد كبير جدا من الوحوش المفترسة. وفي الوقت ده الراجل اللي كان مربوط مع تاو بيوصل للشط، ولما بيلاقي ليزا بيضربها وكان عايز ياخد المركب ويهرب، لكن فجأة المركب بتتفك لوحدها وبتمشي وبتبعد عن الشط. وتاو بيكون قاعد مع نيل وبيعرف منه ان هو عايش في الجزيرة
الجزيرة دي من فترة طويلة جدا، وبيعرفه ان هو بيقدر يستخبى من الوحوش اللي بتطير، وبيقول له لو عايز تعيش لأكبر وقت ممكن لازم تخلي بالك كويس من الوحوش دي علشان ما تقدرش تصطادك. وبعدها بنشوف دار اللي كان لسه بيدور على تاو، وفجأة الراجل اللي ضرب ليزا بيهجم عليه، ودار بيقع في بركة وبيتسحب جواها، والراجل ده مش بيرضى يساعده. وبعد شوية بيجي وحش من اللي كانوا موجودين من وراه وبيخلص عليه، وكودو وبودو بيحاولوا ان هم يساعدوا دار، وبيحدفوا له عصاية طويلة وبيقدر ان هو يمسك فيها وبيطلع من البركة. وتاو بيفضل مكمل مشي مع نيل في الغابة، وفجأة بتترمي عليهم الأقفاص وبتتقفل عليهم وبيتعلقوا على الشجرة. وليزا بتفضل ماشية في الغابة على أمل ان هي تلاقي نيل، لكن للأسف بتدخل في فخ وهي ماشية، وبتلاقي نفسها في قفص خشب وبتقدر ان هي تشوف حبيبها. وفي الوقت ده دار بيقدر ان هو يعرف مكانهم وبيروح لهم وبيخرجهم من الأقفاص، لكن فجأة الوحوش بتظهر، لكنها أول لما بتشوف النمر بتخاف وبيرجعوا لأماكنهم. ونيل بياخد ليزا ودار وتاو للمخبأ اللي كان عامله علشان يستخبى فيه، ولما دار بيعرفهم ان هم لازم ياخدوا المركب ويهربوا، ليزا بتصدمه وبتعرفه ان المركب اللي جابتهم فكت من المربط وبعدت. وبعد شوية دار بيعرف من الصقر ان في مركب جاية وعليها حراس، وانهم جايبين معاهم طفلة علشان يرموها في الجزيرة، وعلى طول بيروحوا كلهم على الشط علشان يستنوا المركب. واول لما بتوصل النمر بيمسك حبلها وبيسحبها، والحراس بيحسوا بحاجة غريبة وبينزلوا من المركب، وتاو اللي معاه بيركبوا المركب، ودار بيبدأ ان هو يضرب ويقتل في الحراس. وفجأة بتيجي الوحوش وبتكون عايزة تهجم عليه، لكنهم لما بيشوفوا الصقر معاه بيخافوا منه وبيرجعوا وبيروحوا على الحراس وبيفترسوهم. ولما بيطلع النهار دار واللي معاه بيقدروا ان هم يوصلوا لمكان امان، وليزا بتشكر دار وتاو على مساعدتهم ليها وانقاذ حبيبها، وبعد كده بتاخد نيل وبتمشي. وبعدها تاو بيشكر دار ان هو انقذ حياته للمرة التانية، وفي الوقت ده بيقرر ان هو ما يرجعش لكابولتو تاني ويفضل معاه، وبيخلع الخاتم اللي كان لابسه وكان عايز يرميه، لكن دار بيعرفه ان هو لازم يكون عنده انتماء لاهله حتى لو يعيش بعيد عنهم. وبعدها بيفضلوا ماشيين في الغابة لحد ما بيوصلوا للبيت، وبيكونوا عايزين ان هم يستريحوا من تعب رحلتهم علشان يستعدوا للرحلة اللي جاية بعد كده. يا ريت بقى لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده ما تنساش انك تحط لايك، ولو كان عجبك ملخص الحلقات اللي فاتت دي وعايز نكمل تلخيص مسلسل سيد الوحوش، يا ريت انك تكتب لي ده في التعليقات، وما تنساش انك تشترك في القناة لو كنت لسه ما اشتركتش فيها. وتحياتي لكل اخ واخت متابعيني، يلا سلام.